السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال؟ ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم كونسبت جديد كده اسمه ليت وكونست. احنا هنفرق ما بين الفور والليت والكونست النهارده في المحاضره ديت. طبعا احنا اشتغلنا على الفور ديت. خلينا كده نراجع مراجعه سريعه ونعرف الفرق ما بين الثلاثه بعد كده ايه. الفور هي ظهرت مع الجافا سكريبت في بداية ظهور الجافا سكريبت، ده كان سنة 95. طبعا أي لغة في الدنيا بتبدأ تظهر أو بتبدأ تطلع بيطلع معاها ازاي احنا بنبدأ نكريت الفاريبل. فكان ده الكونسبت اللي احنا اتعلمناه في الأول، إن أنا أعمل فار اكس ايكوال كذا، أو فار أي نوع فاريبل، أو بسمي الفاريبل زي ما أنا عايز وبحط الداتا تايب بتاعته. حلو. فأول حاجة ظهرت معانا كانت هي الفور. الفار للأسف هي عندها مشكلة كبيرة جدا، ودي مشكلة هي فعلا مش موجودة في أي لغة برمجة تانية. إن أنا لو جيت عملت مثلا var x equal 10، حلو، للأسف الفار أنت تقدر تريديكلير. عارف يعني إيه تديكلير الفاريبل؟ يعني أنت تقدر تعمل var x equal 10، أو مثلا equal true، equal أي داتا تايب في الدنيا. ممكن يبقى equal object equal array equal أي حاجة في الدنيا. فأنا ممكن أقول للراجل ده equal true. الفاريبل هنا ما عندهاش حرفيا ادنى مشكله في اي حاجه. ده عارف انت اللي هو يلا هات اللي عندك، انا ما عنديش اي مشكله. var x equal true، var x equal 10، var x equal اي نوع داتا تايب في الدنيا. الراجل ده عنده خاصيه ان هو يقدر يديكلير او يريديكلير نفس الفاريبل تاني عادي جدا. فهو ما عندوش مشكله خالص في ده. بس انا بالنسبه لي احنا في شغلنا في الديفلوبمنت الموضوع ده بالنسبه لنا هيبقى عامل لنا ازمه كبيره جدا. ليه بقى؟ لان انت حضرتك لو انا وانت شغالين في نفس المشروع، وانت اخترت الفار اكس ايكوال 10 مثلا في ايا كان السطر كام في الكود، وانا جيت بعدك كده بحبه حلوين رحت قلت لك يلا فار اكس انا كمان، انت عارف انا عملت ايه؟ انا عملت ريديكلير للفاريبل بتاعك في اخر اكس بتاعتي انا اللي هتكون شغاله. انت عارف المشروع بتاعنا حصل فيه الدنيا فيه اتدمرت. فطبعا الدنيا باظت مننا. طبعا احنا لو جينا عملنا كده لوج اكس بالشكل ده، وخلينا كده ان احنا نرن الجافا سكريبت في التيرمينال. طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نرنها، لان منكم لو حد دخل في مجال النود جي اس هيعرف ان احنا ممكن نرن الجافا سكريبت في البراوزر عادي زي ما احنا بنعمل، وممكن نقدر نرنها عن طريق النود واسم الفايل اللي هو index دوت جي اس عادي. حلو. فالراجل ده طلع لك ترو. طب احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده عملنا ريديكلير للفاريبل ده. حلو. فده الجافا سكريبت ما عندوش فيها اي مشكله خالص، مع ان الموضوع ده يعني خلينا نقول كده في لغات البرمجه كله غلط غلط غلط، لان احنا طبعا شرحنا المشكله دي. احنا اول حاجه هنا كده عندنا في الفار، ان احنا الفار ده قلنا ان الراجل ده احنا نقدر ان احنا اول حاجه نريديكلير الكلام ده. حلو. نريديكلير الكلام دوت. فان انا اريد كلير الفاريبل بتاعي دي مش حاجه حلوه خالص. فاحنا شرحنا الفكره بتاعتها. طيب ايه تاني؟ قال لك ان الراجل ده برضو ينفع يتعمل له ري اساين. عارف يعني ايه ري اساين؟ يعني ان انا اقدر ان انا باختصار كده ري اساين الفاريبل الموجود ده، فاقدر اغير الداتا بتاعته. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول للراجل ده مثلا var x equal 10، x equal true. دي انا ما عنديش فيها مشكله، عادي عادي جدا، الموضوع بسيط. احنا ممكن نري اساين الفاريبل عادي في اي لغه برمجه. الموضوع بالنسبه لنا ما فيهوش مشكله. فان هو الداتا مثلا ممكن بعد كده الاكس ديت تتغير ايا كان القيمه بتاعتها، فدي ما عندناش فيها ادنى مشكله خالص. فلو جيت رنيت كده الراجل ده هيقول لك ايه؟ ترو. دي ما فيهاش اي مشكله. يبقى احنا عارفين ان الفار ايه؟ تقدر ان انت تريد ديكلير. ودي قلنا ان دي بالنسبه لنا هي المشكله، ان هو انت تريد ديكلير الفاريبل بتاعك دوت. حلو. فدي مشكله بالنسبه لنا. عندنا مثلا ان انت تعرف تري اساين، ودي بالنسبه لنا ما فيهاش اي مشكله. فهي دي يعتبر ديت المشكله الكبيره بالنسبه لنا. يعني هو ان احنا ما نقدرش ان احنا او بالنسبه لي دي مشكله كبيره قوي ان انا اديكلير الفاريبل بتاعي ده. طيب ده بالنسبه لحته ان انا لو هكريت الفاريبل. قال لك ان الفور عندها مشكله تانية كبيره جدا. عارف الفاريبل عندها مشكله كبيره جدا في السكوب. احنا لو جينا مثلا وليكن كده، انا جيت رحت قلت للراجل دوت تعالى اعمل لي اف كونديشن كده، وخلي مثلا اف كونديشن بس الشرط بتاعها بترو، انا مش محتاج منها اي حاجه. يعني حتى لو مش كاتب جواها شرط انا مش هستفاد منها اي حاجه. وجيت عملت فار اكس ايكوال 10 بالشكل ده. عارف انت لو جيت بعد 1000 سطر كود وجيت قلت له وريني كده، اعمل لي كده كونسول دوت لوج، وريني الاكس بتاعتك دي فيها ايه، تعالى كده نرن الكلام ده، هتلاقي الراجل ده بيقول لك 10. فمعنى كده ان هو ايه؟ الراجل ده المفروض الطبيعي اللي احنا مستنيينه في اي لغه برمجه في الدنيا، الراجل ده بيكون لوكال على السكوب بتاعه. ازاي قدر يتحول ان هو يكون جلوبال والموقع كله او
الابلكيشن بتاعي كله شايفه. للاسف الفار هنا عندها المشكله دي، ان هي جوه السكوب بتاع الاف والفور عندها المشكله دي تماما، لكن في الفانكشن ما عندهاش، يعني ما عندهاش المبدأ ده. يعني هي المشكله كلها كانت في الاف والفور او السكوب العاديه، ولكن في الفانكشن لو احنا جينا عملنا فانكشن كده حلو، وقلت للراجل دوت مثلا ادي فانكشن اسمها تيست وانا مش محتاج لها بارامتر، احنا ايه بنجرب بس، وجيت قلت وريني كده فار اكس ايكوال 10 بالشكل ده. حتى انت بص لو تلاحظ الاكس نفسها لونها مطفي، فحتى انا لو جيت قلت له كده وريني كده كونسول دوت لوج الاكس، وتعالى نعمل بس كومنت للاكس اللي فوق دي، لان احنا اللي فوق دي تعتبر بالنسبه لنا جلوبال، وقلت الراجل ده كده اما تيجي نرن ونشوف كده الراجل ده هيطلع ايه. انا ظهر لي ايرور. طب تعالى نقرا الايرور ده كده، بيقول لك ان الاكس از نوت ديفايند، دي حاجه مش متعرفه. ايه الاكس دي حاجه مش موجوده. ايه ده ايه الاكس ده اصلا؟ انا مش شايف الاكس. حتى احنا بص لو نلاحظ هنلاقي ان الاكس لونها مطفي، فانا ما كانش عندي خالص اي مشكله في الفانكشن، ولكن المشكله كلها في السكوب العادي، اي سكوب تاني غير الفانكشن. عارف انت لو جيت هنا كده ورحت حاطط دي ما بين كيرلي براكتس حلو كده، فهنا الفكره كلها ان انا عندي مشكله كبيره في السكوب بتاع مين؟ بتاع الاف والفور. ولكن هنا الراجل ده انا طالما هو جوه فانكشن خلاص، انا بالنسبه لي الموضوع منتهي. هو بالنسبه لي مش محقق لي او مش عامل لي اي مشكله، هو مش عامل لي اي ازمه. الراجل ده بالنسبه له كده ان هو ايه، بيريتيرن او بيرجع مثلا داتا، ولكن الداتا دي جلوبال على الابلكيشن بتاعي كله، لو هي في الاف والفور او اي سكوب تاني غير الفانكشن بتاعنا. حلو. فدي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه للفاريبل. طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني، الجزء اللي احنا ايه بنتكلم فيه بتاع الفاريبل ده. طيب ايه بقى الليت والكونست دول؟ الليت والكونست دول ظهروا مع بدايه ظهور الفيرجن اللي حقيقي عمل طفره في الجافا سكريبت، وهو كان اكما 6، وده اللي ظهر 2015. حلو كده. فدوت ظهر سنه 2015، ده الفيرجن اللي هو اسمه اكما 6 بالشكل ده. ده بدأ يظهر وظهر مع التعديلات اللي هي بدأت تأثر في اللغة عندي وتعلي منها. حلو. واللي خلتها مطلوبة في السوق أكتر، بعيدا عن إن هي كانت مطلوبة ولكن قدمت فيتشرز زيادة لإكما 6 كانت من ضمنهم ظهور الليت والكونست. طيب أصلا قبل ما ندخل كده في الجزئية بتاعة الليت والكونست، كانت في حاجة كده أنا محتاج أقولها لكم. لو إحنا جينا عملنا ليت إكس بالشكل ده، وجينا عملنا فار إكس إيكوال 10، وجيت قلت الراجل ده كده ما تيجي نرن البروجكت بتاعنا ونشوف، قال لك إن الإكس إيه undefined. خلي بالك مش ايرور طبعا. إحنا لو متابعين الجزء بتاع الداتا تايب هنعرف ان الاكس ديت او الانديفايند دي مش ايرور، دي داتا تايب موجوده عندنا. ولكن الراجل ده قدر ان هو يعمل ايه، ياكسس على الاكس. ده كونسبت اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده اسمه هيوستنج، تقدر تشوفه عن طريق الايكون اللي ظهرت لك فوق ديت، فتقدر تتابع او تشوف ايه الكونسبت دوت وتذاكره، ممكن ترجع تكمل الفيديو تاني. فاحنا هنا ان الفار برضو بتقدر تعمل ايه، بتقدر انك انت تاكسس عليها عن طريق حاجه اسمها هيوستنج. الراجل دوت رفع الفار فوق زي ما احنا كنا اتكلمنا عليها في الفيديو قبل كده. طيب تعالى بقى نرجع تاني للاكما 6 وظهور الليت والكونست. ايه الليت دي بقى يا عم الحاج؟ قال لك الليت ديت هي ظهرت في 2015 برضه، هي اداه بستخدمها عشان اقدر اعرف فاريبل ليه. فقال لك ان الراجل دوت لو انا جيت قلت له let x equal 10 بالشكل ده، وجيت قلت له console.log للاكس وجيت رنيت بالشكل ده كده، الراجل ده هيطلع 10، مفيش اي مشكله خالص. طيب هل الراجل ده بيقبل الري اساين؟ قال لك بقبل الري اساين عادي. لو انت جيت قلت لي اكس ايكوال 11 وجيت رنيت كده، فالراجل ده هياخد اخر قيمه للاكس بالنسبه له، ودي حاجه طبيعيه جدا. ولكن هو عنده بقى، او دي بقى المشكله، او دي الحل للمشكله اللي كانت موجوده في الفار، اللي هي كانت ايه؟ انت كنت بتقدر تريديكلير الفاريبل ده. الليت جت منعت الكلام ده كله. لو انت جيت عملت ليت اكس اصلا كده، بص في البدايه لو انا شغال مثلا وانت واخد ليت اكس دي في اي حته في البروجكت بتاعك، وانا جيت قلت ليت اكس كده بالشكل ده، عارف اللي حصل هنا ايه؟ بص حتى الراجل ده مديني ايرور من قبل ما تشتغل، يعني ولا دخلت الكونسول ولا رنيت ولا عملت اي حاجه، ولكن الراجل ده جايب لك ايرور كده من البدايه، قال لك اللي انت عامله ده ما ينفعش، حاول تعدل بقى اللي انت كاتبه، تختار اي حاجه تانية غير الاكس. طيب انا عايز افهم الايرور اللي ظهر ده ايه، ما تيجي كده نرن ونشوف. بص كده الايرور اللي هيظهر لي ده بيقول لك ان الاكس دي ايه، has already
being declared، يعني انت استخدمتها قبل كده، فمعلش استخدم حاجه تانية غير الاكس. فالراجل ده قدر يحل لك المشكله دي، فدي بالنسبه لي كانت مشكله كبيره جدا، ان ممكن تخلي كود البروجكت بتاعي كله يضرب، فده حل لك المشكله دي. طيب ايه تاني حلهولك الراجل اللي اسمه الليت ده؟ وخلي بالك اللي انا بتكلم عليه ده هو بيسري على الكونست برضو، ولكن الكونست عنده حته زياده كده هنتكلم فيها. طب جميل. فالراجل ده هو ما عندوش او عنده رفض تماما لحته ان انت تعمل ديكلير لنفس الفاريبل ده. طيب قدر يحل ايه تاني؟ احنا كان عندنا مشكله برضو فين؟ في الاف. لو انا جيت عملت ترو كده، او في اي نوع سكوب غير الفانكشن، لو جيت قلت الراجل ده لت كده اكس ايكوال 10، بص كده انت لو لاحظت هتلاقي ايه؟ الاكس حتى لونها مطفي. طب وريني كده الاكس بتاعتك بتقول ايه؟ هيقول لك ان المفروض بقى اللي انا مستنيين الاكس ايه؟ is not defined. مين يا عم الحاج الاكس دي؟ انا معرفوش. جميل. فهو قدر كمان يحل لك المشكله دي. ولكن انت لو جيت هنا قلت له var x ايكوال 10، بص كده بالنسبه له الاكس دي عادي، يلا بينا، ما انا كده كده الفار ما عنديش مشكله اصلا في السكوب، انا بكون ايه جلوبال. هو هيطلع لك طبيعي الايرور عشان ايه؟ كده كده اللوج اللي في الاخر دي او اللي في الاول ديت يعني. فانت حتى لو احنا جينا عملنا كده عشان بس نتاكد وتكونوا فاهمين قصدي ايه، لو انا جيت عملت كده هي ب10 عادي. طب لو انا جيت شغلت الليت بالشكل ده كده وعملت ديت كومنت، فهتلاقي ان الراجل ده بيطلع لك ايرور بيقول لك ان الاكس دي از نوت ديفايند. ده ايرور صريح، انا ما ينفعش ان انا طول ما انا جوه سكوب اي حد يقدر ياكسس عليا. لو انا جلوبال فده خلاص كده كده الامر منتهي، ان احنا بنعرف الفاريبل كده بعيد او فوق في الكود من غير جوه سكوب او جوه اي حاجه، فده بيبقى بالنسبه لي ايه؟ جلوبال على البروجكت بتاعي كله. فهو قدر يحل لك المشكله دي. طبعا الفانكشن احنا كده كده امرها منتهي، لان احنا كان عندي بس المشكله كلها في السكوبس اللي زي ديت، ما كانش عندي مشكله خالص في حته الفانكشن. طيب قال لك ايه بقى الجزء التاني او ايه الحاجه التانيه؟ لو احنا جينا عملنا كده console.log للاكس، وجيت قلت الراجل ده ليت اكس ايكوال 10 بالشكل، جينا قلت الراجل ده كده تعالى كده نرن بقى الكلام ده ووريني كده الاكس. الراجل ده طلع ايرور زي ما احنا شايفين كده، بيقول لك ايه؟ ان انت ما تقدرش تاكسس على الاكس من قبل ما تديها انيشاليزيشن. طب ما انت كده هترجع تقول لي لو انا مذاكر مبدأ الهيوستنج تمام، فالمفروض ان هو ده بالنسبه لي كده ايرور، فالمفروض ان الليت والكونست والفار ما بيتعمل لهمش او بيتعمل لهم هيوستنج ولا لا؟ ده يعني مثلا ده سؤال انترفيو، ممكن الراجل ده يسالك هل الليت والكونست بتعمل لهم هيوستنج زي الفار؟ فانت هتروح تجري تقول له لا. طب ما الطبيعي انا ماشي معاك بالمبدأ اللي انت هتفكر بيه. لو انا فعلا قلت له لا، طب ما تيجي كده نقرا الايرور اللي موجود قدامي ده، يعني تعالى كده نفهم كده الايرور الراجل ده بيقول فيه ايه. عارف انت كده لما بيجي يظهر لك الايرور بتاع ان الاكس از نوت ديفايند، بيقول لك ان الاكس دي مش موجوده، انا ما عنديش حاجه خالص اسمها اكس. ولكن هنا الراجل ده قال لك ايه؟ قال لك انا مش قادر اكسس على الاكس، انا مش شايف حاجه اسمها اكس. ايه ده؟ هتقول لي يعني الراجل ده بيحصل له هيوستنج؟ هقول لك اه الراجل ده بيحصل له هيوستنج. ليه بقى بيحصل له هيوستنج؟ لان الراجل ده في الايرور هنا هو ايرور، يعني خلينا متفقين ان ده ريفرنس ايرور ظاهر وواضح جدا ان ده ايرور. بس الراجل ده قال لك ايه؟ ان انت ما تقدرش تاكسس على الاكس. خد بالك من الجمله، ما تقدرش تاكسس على الاكس الا لما تديها initialization value. فهي دي بقى الفكره. الراجل ده بيحصل له هيوستنج، ولكن هو انت ما بتقدرش تاكسس عليه غير لما بتديله ايه؟ فاليو. لازم تديله فاليو، ما ينفعش تقول له وريني اللي جواك ايه وانت لسه ما شفتوش. يعني ما تتوقعش ان الراجل ده يطلع لك undefined زي ما حصل مع الفار، ان الفار الموضوع فيها مختلف وفيها مشاكل زي ما احنا اتكلمنا. ولكن الليتل كونست بيحصل لهم هيوستنج زيهم زي الفار. ولكن لو احنا قرينا الايرور دوت تاني هتلاقي ان الراجل ده بيقول لك ايه؟ ان انت ما تقدرش تاكسس على الاكس. معنى كده ان هو شاف ايه الاكس ده، وبيقول لك ان انت ما ينفعش تطبعه غير لما تديله ايه؟ فاليو. طب جميل جدا، ده بالنسبه للليت. طب حلو، فكده احنا خلينا متفقين ان الليت بتقدر ان انت تري اساين عادي، مفيش اي مشكله. حلت لك المشكله بتاعت السكوب. تاني حاجه حلت لك المشكله، او تالت حاجه حلت لك المشكله بتاعت انك انت ما تقدرش تديكلير نفس الفاريبل تاني. طيب الكونست بتعمل نفس اللي بتعمله الليت بالظبط، ولكن هي عندها اضافه صغيره. هي الليت ظهرت برضو مع ايه؟ مع الكونست ظهرت مع الليت في نفس السنه اللي هي كانت 2015، في نفس الظهور بتاع الليت. هما الاثنين ظهروا مع بعض بحيث ان هما يعدلوا المشاكل اللي كانت موجوده في الفار.
والكونست بس عنده حته كده صغيره ان هو باين من اسمه، هو كونست ثابت ما اقدرش ان انا اغيره. طيب يعني انا لو جيت قصدك كده عملت كونست اكس ايكوال 10 وعملت كونست اكس ايكوال 11، فالطبيعي هنا تعالى كده، الطبيعي هنا ان الراجل ده عنده ايه؟ نفس المشكله اللي عند مين؟ اللي عند الليت، ان الراجل ده انت مش هتقدر انك انت تعمل ايه؟ مش هتقدر تري ديكلير الكلام ده. انا عايز بس اشوف الايرورز عشان نبقى فاهمين ان الكلام ده واحنا ماشيين سوا مع بعض. حلو، فالراجل ده قال لك ان انت مش هينفع تعمل ايه؟ تديكلير نفس الفاريبل ده لان هو كده كده موجود. طب حلو عظيم، طب ما تيجي ري اساينه، يعني انا عايز اديله داتا كده مختلفه. هتقول لي طب ما تستنى كده عليا حبه من قبل ما نبدا نشوف ونرن الكلام ده. الكونست اكس ايكوال 10 ده مش المفروض ده ثابت موجود معايا ما يتغيرش؟ ما ده كونست، ما اكيد هم مش حاطين الكونست يعني كاداه ان هي تعرف بيها فاريبل، على قد ما هي اكيد ليها معنى تاني. هو باين من اسمه كونست ثابت، يعني انت ما تقدرش برضه تري اساين. هل تفتكر يعني توقع معايا كده لو احنا دلوقتي رنينا، هل الراجل ده هيقول لك الاكس ب 11 ولا هيقول لك لا ان انت ما ينفعش تغير او تري اساين نفس الفاريبل ده تاني لان انت كده كده يا حبيبي كنت مستخدمه وده ثابت اصلا بالنسبه لي؟ طب ما تيجي نجرب، يعني تعالى كده نرن ونشوف. الراجل ده طلع ايرور، طب ما تيجي نقرا كده الايرور. قال لك ان انت ايه؟ ان التايب ايرور بتاعك بيقول لك ان الراجل ده الاساينمنت بتاعه هو ده كونست فاريبل، يعني انت معنى كده انك انت ما تقدرش تعمل ايه؟ انك انت ترجع او تري اساين نفس الفاريبل ده تاني. طب ليه؟ لان الراجل ده ثابت وما نقدرش ان احنا نغير فيه. طيب تعالوا نلم كده نظري للسؤال دوت. لو انت حضرتك اتسالت في انترفيو عن الفرق ما بين الفار والليت والكونست، الفكره كده بمنتهى البساطه هنلم مجمل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله في جملتين مختصرين نقدر نرد بيهم كتكنيكاليتي على الراجل دوت ان شاء الله. طيب حضرتك الفار ظهر مع بداية ظهور الجافا سكريبت سنة 95، وظهر كأداة إن أنا بقدر أعرف بيها الفاريبل أو أقدر أعرف بيها الفار بتاعي يعني، أو بقدر أعرف الفاريبل بتاعي دوت. حلو، ولكن هو كان عنده دايما مشكلة كبيرة جدا. المشكلة بتاعته كانت دايما بتندرج في حتة السكوب، إن هي كان عنده مشكلة كبيرة إن هو بيكون جلوبال على الموقع كله بالرغم من إن هو جوه سكوب، وده في اي لغه برمجه في الدنيا مرفوض، لان هو احنا عارفين ان هو بيبقى اي حاجه جوه سكوب هي لوكال على السكوب بتاعها. ولكن المشكله دي كانت بتقابلنا في اي سكوب الا الفانكشن ما كانش عندنا فيها اي مشكله خالص، ولكن كان عندنا مشكله في اي نوع سكوب تاني. فدي بالنسبه للفار دي كانت اول مشكله موجوده عنده. تاني مشكله ان انت كنت بسهوله جدا تقدر تديكلير الفاريبل ده، فدي كانت مشكله ممكن تسبب لي ان انا الكود بتاعي يبوظ ويحصل فيه اي خلل طبيعي، لان ممكن لو حد اشتغل تاني على مشروع غيري فممكن يختار نفس الفاريبل، وده وارد ان هو يحصل. طيب ظهرت الليت والكونست في 2015 في فيرجن الاكما 6 عشان تحل كل مشاكل الفار. طيب اول مشكله وكانت هي اهم مشكله بالنسبه لي ان انت ما تقدرش انك تديكلير الفاريبل ده تاني. تاني مشكله حلتهاني وهي حلت لي مشكله السكوب، ان هي بقت جوه اي نوع سكوب في الدنيا هي لوكال على السكوب بتاعها، ما تقدرش تاكسس عليها اوتسايد او تقدر تشوفها في اي حته خارجيه عن السكوب اللي موجوده فيها، هي تقدر تاكسس بس جوه السكوب دوت. وده كان كده باختصار درس النهارده، كنا بنتكلم فيه عن الفار والليت والكونست، وده كونسبتس او احنا محتاجين نكون عارفينها جدا عشان نقدر ان احنا نتعامل. يعني احنا من النهارده في دروسنا اللي جايه كلها ان شاء الله نبدا نشتغل بالليت والكونست كادوات تعريف للفاريبل بتاعي في لغه الجافا سكريبت، ونبعد تماما عن الفار وده للمشاكل اللي موجوده فيها. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده عجبكم. اتمنى منك انك تعمل لايك وتدعمني بكومنت كويس كده وشير عشان تقدر تفيد عدد كبير من الناس. السلام عليكم.